في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم فيديوهين بداخل الحلقة بالصوت والصورة. أول فيديو معانا هعرضه لحضراتكم فهو لحرامي كان بيطارد بنتين على الطريق، والبنتين جريوا منه بأقصى سرعة ممكنة، وحضراتكم هتشوفوا دلوقتي ردة فعل البنتين دول بعد الموقف اللي تعرضوا له. وبعدين هنعرض لحضراتكم فيديو برضه بالصوت والصورة، بس المرة دي لراجل ولابس لبس حريم، وحضراتكم هتشوفوا الفيديو بتاعه واللي للأسف الفيديو بتاعه كارثي جدا. علشان كده كملوا معانا الحلقة للنهاية، وياريت لو تحط لايك للفيديو. تعالوا بقى دلوقتي نشوف أول فيديو معانا ونرجع نفهم تفاصيله. دلوقتي احنا في منطقة غرب المطار، اكتوبر الجديدة غرب المطار. البنتين دول راجعين من الدرس وجايين عند السنتر، عربية وقفت عايزين ينزلوهم يركبوهم في العربية بالعافية، والبنات لما جريوا وصوتوا ضربوا عليهم نار. احنا دلوقتي هنستنى لحد ايه بقى؟ لحد ما البنات تتخطف ولا حد يحصل لهم حاجة؟ ايه اللي حصل معاك يا مريان؟ في راجل كان في الاول بيعكسنا واحنا ما ردناش عليه، بعدها رحنا نشرب وهو جه ورانا وقعد يكلمنا ويهددنا. في الاخر رحنا شربنا وكنا هنمشي لقينا طلع مسدس وقال لنا هتيجوا ولا لا، قلنا له احنا مش هنخاف، فراح ضرب نار علينا. ايه اللي حصل يا ايمان؟ قولي يا ايمان ايه اللي حصل؟ قولي ايه اللي حصل. طلع عليا مسدس وضرب نار وطلع منه. ده اول فيديو معانا زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو. طبعا انا هعرض لحضراتكم الفيديو التاني دلوقتي معانا بالصوت والصورة، ولكن الاول برضو علشان نكون واضحين مع بعض، احنا لما بنعرض الفيديوهات اللي زي دول بنعرض الفيديوهات دي لعل وعسى ان صوتنا يوصل للمسؤولين ويتم محاسبة الناس اللي هي بتأذي الناس، بيحاولوا ان هم يؤذوا السيدات، بيحاولوا ان هم يؤذوا الناس الكبار في السن، الاطفال الصغيرة. فلعل وعسى ان صوتنا يوصل للمسؤولين، رغم ان الناس اللي بتأذي دي لو فكرت شوية مع نفسها هيعرفوا ان كل راعي سيسقى بما سقى. يعني زي ما انت بتأذي في الناس برضه هتلاقي اللي يأذيك، برضه هتلاقي اللي يأذي اختك، هتلاقي اللي يأذي والدتك، هتلاقي اللي يأذي والدك. ولكن الناس دول مش بيفكروا بنفس المنطق ده، كل اللي هو بيفكر فيه ان هو عاوز يعيش حياته وبس، وعاوز يعيش حياته بالبلطجة، وانه لما يخطف بنت زي كده ويعمل فيها اللي هو بيعمله في الاخر يبيع اعضائها ولا يعمل اللي هو بيعمله ده، هو بيفكر بنفس المنطق ده. لكن للأسف المنطق ده منطق خاطئ تماما، وكل ده هيترد له. ودلوقتي تعالوا بقى نشوف الفيديو التاني مع بعض وبرضه نرجع نفهم تفاصيله. ده الفيديو التاني اللي موجود معانا. زي ما حضراتكم شفتوا كده الشاب لابس ملابس حريم وكان موجود في السوق. واحدة من اللي موجودة في السوق هناك اكتشفت امره، اكتشفت ان ده شاب مش واحدة، ومن هنا بدأت تزعق في كل الموجودين في السوق وتقول لهم ان ده شاب مش واحدة. من هنا الاهالي والناس اللي متواجدة هناك بدأت تتم القبض على الشاب ده، وبالفعل تم القبض عليه وبدأوا ان هم يخلعوه الملابس زي ما حضراتكم شفتوا كده في الفيديو. طبعا شاب زي ده بيكون الغرض ان هو يلبس لبس ملابس حريم زي كده ان هو طبعا عنده اغراض كتير جدا، منها ان هو يحصل بينه وما بين اي واحدة احتكاك، وطبعا الواحدة من دول مش هترد ولا هتعمل اي حاجة، لانها في الاول وفي الاخر هتقول
دي واحدة زيي. طبعا هو عنده اغراض كتير جدا زي كده، ومنها برضو انه ممكن عادي باللبس ده اللي هو متنكر فيه ممكن انه يخطف واحدة، ممكن انه يخطف طفل صغير. فهنا الاغراض كتير جدا. وهنا كانت رسالتنا لكل الناس وكل اللي شاف الفيديو اللي زي ده، يا ريت ما تثقوش في اي حد، ويا ريت تخلوا بالكم من اي حركة من اي شخص بيكون ماشي جنبكم في الطريق، من اي شخص حضراتكم مش عارفينه، خلي بالكم منه جدا. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا حط بقى اللايك بتاعك الجميل، ويا ريت لو تشترك في القناة، والاهم من ده كله صلي على النبي.